صباحكم حلو، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من السوبر. النهارده في الجزء الثاني من السوبر مشرفنا ومنورنا كابتن نادي الزمالك او نجم نادي الزمالك المنتقل حديثا لصفوف الاتحاد السكندري كابتن محمد سالم. محمد سالم الحقيقه واحد من اللاعبين اللي كانوا مميزين جدا وظهروا بمستوى طيب مع المنتخب الاولمبي، ومنه انضم لنادي المقاولين العرب او كان في نادي المقاولين العرب ومنه انضم الى نادي الزمالك. لم يقدم المردود المتميز لعدم حصوله على الفرصه، وده الحقيقه زيه زي لعيبه كتير برضو راحت نادي الزمالك والنادي الاهلي وما عملتش حاجه لاسباب متعلقه بعدم المشاركه. حصل ده طبعا مع احمد الشيخ، ده اكبر مثال. صالح جمعه ايضا لم يقدم تلت مستواه اللي الناس كانت مستنيه فيه النادي الاهلي، وبرضو محمد سالم نفس القصه. في حاجه لافته للنظر هقولها لحضراتكم، انه لحد الوقت اللي انا بكلمكم فيه ده القائمه بتاعت نادي الزمالك تقريبا خلصت، يعني قائمه الراحلين والمعارين والمستغنى عنهم. نادي الزمالك خلص كل حاجه تقريبا، وكمان خلص صفقاته. النادي الاهلي خلاص جاب صفقات متميزه للغايه وهتكلم حالا دلوقتي عليها، لكن اللافت للنظر انه لحد دلوقتي هي دي النقطه بقى اللي احنا عايزين نتكلم فيها. النادي الاهلي لسه ما خرجش حد، لسه ما فيش حد خرج لا على سبيل الإعارة ولا على سبيل الاستغناء. اللهم هو أحمد الشيخ دخل في صفقة ميدو جابر، بخلاف ده ما حصلش حاجة. المهم سؤالنا لحضراتكم في البداية، من تتوقع تألقه بصورة أكبر في الفترة اللي جاية؟ هل ستانلي مع الزمالك ولا جونيور أجاي مع الأهلي؟ والاثنين طبعا مش هيشاركوا في النهائي اللي جاي، نهائي كاس مصر يوم 8/8، علشان ستانلي واخد 3 انذارات، وجونيور أجاي بيشارك مع منتخب بلاده في البطولة في الأولمبياد اللي شغالة دلوقتي. برضو على نفس السؤال على نفس الصفحة، ولكن على تويتر بنفس الاسم. واحنا بنتكلم على صفقات النادي الأهلي لازم ندي للناس حقها، لأنه امبارح مارتن يولا المدير الفني للنادي الاهلي، والراجل معروف انه صريح في المداخله اللي خصنا بيها هنا في البرنامج. انا سالته سؤال واضح ومباشر عن الصفقات بتاعه النادي الاهلي، وهل في صفقه من الصفقات كان بيرغب في ضمها ولم تستطع الاداره دعمه بيها او تلبيتها؟ هي لازم نقف دايما عند الحته دي، لانه المدير الفني الاجنبي ملوش في يعني مش هيبقى له في الدبلوماسيه، او هيقول لك ان انا كان في طلبات كذا بس ما اتحققتش. الراجل كان رده واضح ومباشر وقال لك اللي طلبته كله جه. فده مردوده على الاداره، على المهندس محمود طاهر، زي ما تهاجم الراجل كتير جدا ده مردوده شغله وتعبه وتعب مجلس الاداره الموجود، وايضا السيد عصام سراج المدير التجاري والتعاقدات بالنادي الاهلي. لما نبص على صفقات النادي الاهلي ونشوف تدعيم النادي الاهلي، هنلاقي مروان محسن خلاص النادي الاهلي ضمه، وكان طلبات الراجل هو قال بالاسم امبارح انه مروان محسن، علي معلول، ميدو جابر، محمد الشناوي، كل دي الصفقات بتاعه النادي الاهلي، واختتمت بصفقه اجاي واللي كان الراجل اتكلم عنها بشكل ايجابي بالامس. فخلونا ندي لكل واحد حقه، ونبارك للاستاذ عصام سراج المدير التجاري ومدير التعاقدات بالنادي الاهلي على الصفقات المميزه اللي دعم بها النادي الاهلي صفوفه، ونعرف برضه هل دي كده اخر الصفقات ولا لسه النادي الاهلي بيفكر في اي حاجه ثانيه. استاذ عصام اهلا وسهلا بيك وصباحك زي الفل، وبنبارك لكم على الصفقات بكل تاكيد. صباح الفل يا كابتن ابراهيم، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله رب العالمين تمام. طيب خليني اسالك بقى على الصفقات اللي تمت دي بالكامل. اصعب صفقه كانت بالنسبه لكم ايه؟ اخذت وقت تعبتكم شويه؟ صفقه ميدو جابر. هو كلهم طبعا خدوا وقت معانا، ولكن اللي كان فيها ضغوط من كل الاتجاهات كانت صفقه ميدو جابر. وكانت الانديه المنافسه على طول بتكلم الولد وبتحاول ان هي تضغط عليه بشكل مباشر ان هو ياخد اتجاه في ان هو يبقى موجود معاهم في صفوفهم، ولكن انا قعدت مع الولد من فتره، اللاعب فتره، والحمد لله قدرت اقنعه ان هو يبقى موجود. ولكن عاوز اقول مش انا اللي بقوم بالدور الاكبر، الدور الاكبر ان لما بتروح لاي لعيب النادي الاهلي على طول بيبقى اللعيب عنده رغبه انه يلعب في النادي الاهلي. عندك ميزه اسم النادي الاهلي بالظبط كده. مش عصام سراج الدين او غيره هو اللي بيقدر يسوق النادي، بالعكس النادي براند كبير، اكبر نادي في الشرق الاوسط وافريقيا، فاي لعيب يتمنى يلبس تيشيرت النادي الاهلي. ده شيء عظيم. القائمه اللي حصلت عليها حضرتك من مارتن يول، طبعا بشغل الاداره بدعم الاداره، علشان تجيبوا مجموعه الاسماء اللي جت دلوقتي في الموسم الحالي اللي هيبتدي بيها النادي الاهلي. هل كنتوا بتشتغلوا على اكتر من اسم، ولا هي دي الاسماء وانتوا عملتوا عليها الخطه بتاعتكم وتحركتوا فيها وبالتالي حصلتم عليها بنسبه 100%، مفيش اسم جل منكم؟ بص حضرتك يا ابراهيم، احنا عندنا رؤيه واستراتيجيه محطوطه. كان في اطراف مشاركه في هذه الرؤيه والاستراتيجيه، على راسها طبعا المهندس محمود طاهر المشرف العام على الكره،
وعندنا الكابتن عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكره، والجهاز الفني بقياده المدرب مارتن يول، ومعاه الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره. فابتدينا من فتره نحط الرؤيه دي والاستراتيجيه دي، احنا محتاجين مين الفتره اللي جايه، ايه المراكز اللي احنا عاوزينها، وابتدينا نحط سيناريو 2 و3 لكل مركز احنا بنفكر ان هو يبقى ايه دعم لينا في صفوف الفريق. مارتن يول حط اسماء كثيره اشتغلنا عليها من بدري. كان في بعض العقبات بتقابلك في بعض اللعيبه، سواء المقابل المادي عالي، ملتزم مع النادي مش مرحب يسيبه دلوقتي، ولكن ما قفلناش كل الابواب، يبقى في على طول الابواب مواربه شويه، لان وارد ان انت ترجع تعود تكمل معاهم المفاوضات. تحديدا احنا وصلنا ل5 لاعبين تم التعاقد معاهم بشكل نهائي، بدايه من محمد الشناوي حارس مرمى اللي كان في بتروجيت. ايوه ربنا وفقنا وكلمناه وبقى موجود معانا. الراجل بصراحه رحب بشكل ايجابي زي ما قلت لحضرتك. ايوه. الصفقه اللي بعديها اتكلمنا مع مروان محسن مهاجم الاسماعيلي. انا عاوز بس اقول حاجه على مروان. اتفضل. مروان كان هداف الدوري. صحيح. مروان الحارس، مروان هو راس الحربه منتخب مصر الاول، اللاعب الاساسي، فكان عنده مقومات ان هو يبقى موجود. زي ما حضرتك قلت ان مارتن يول كان طالبه بالاسم. ده حقيقي. اشتغلنا عليه فتره. الحمد لله ربنا وفقنا وخلصنا الصفقه في هدوء. حضرتك عارف ان كان في مشاحنات بين الجماهير بين الاسماعيلي والاهلي. ربنا وفقنا ان احنا طلعنا ان الولد معانا، والمكاسب الاخرى اللي توصلنا اليها ان يعني ابتدينا نعمل علاقات طيبه ما بين الاسماعيلي والاهلي. ما عندناش مشكله خالص ان يبقى عندنا لعيبه تطلع اعارات عندهم وهم نفس الموضوع. فكان في اتفاق جنتلمان كده ما بين رئيس النادي اللي هو محمد ابو السعود والمهندس محمود طاهر. عظيم. ان صفقه مروان ما فيش مشكله فيها، ممكن يبقى يتخللها، يبقى بالاضافه ليها ان ياخدوا لعيب من عندنا، لعيب ناشئ او لعيب هيطلع من القائمه يبقى عندهم اعاره، واحنا لو طلبنا لعيب من عندهم اعاره بشكل او باخر الناس مرحبه. طب كويس. وابتدينا نعمل مبادره طيبه ان اللي هو محمد ابو السعود جالنا في عزاء الراحل الله يرحمه الكابتن طارق سليم، وكانت مبادره طيبه منه، وكان المهندس محمود وعده ان نعمل زياره للنادي الاسماعيلي. انا عاوز اقول ان دي مكاسب اخرى ومكاسب قويه جدا قدرنا نتوصل اليها بخلاف الصفقه اللي هو اللاعب مروان. طيب انا عندي سؤال مهم قوي. هل يعني المواصفات او الطلبات بتاعه الراجل مارتن يول كانت بتتضمن مواصفات شخصيه او سمات شخصيه دي ممكن الاداره تتدخل فيها، يقول لك لا لعيب النادي الاهلي اصله لازم يبقى له مواصفات شخصيه معينه، لازم يبقى داخل جوه البراند بتاع النادي الاهلي او جوه اسم النادي الاهلي وما فيه بقى من مبادئ وقيم وكما هو معروف على النادي الاهلي، ولا الراجل كان بيتكلم بس في الجزء الفني والجزء بقى بتاع المواصفات الشخصيه ده انتم ممكن ترفضوا لو في لعيب غير لائق بالنسبه للنادي الاهلي؟ بص، زي ما حضرتك عارف ان المدير الفني هو صاحب القرار في ان احنا نستقطب اي لعيب جديد ينضم لصفوف الفريق، ولكن زي ما حضرتك قلت في معايير محدده لازم تبقى موجوده في اللاعب اللي هينضم للنادي. الراجل بيتكلم من وجهه نظره الفنيه وده حقه، حق اصيل ليه، ما حدش يقدر يعارضه. كويس. بقيه المعايير بقى اللي هي الاخلاقيه والالتزام والحاجات دي بتبقى من اختصاص مدير الكره والكابتن زيزو. عظيم. فالاثنين بيكملوا بعض، في الاخر يبقى عندنا منتج كويس يقدر ينضم لصفوف النادي وهو اللعيب. يعني انتوا بيجي لكم المنتج الاخير، بيجي لكم الاسم الاخير، ده الاسم المتفق عليه لسه، ده يعني ما بيبقاش في لسه نوع من انواع الاخذ والعطاء زي ما بيقال. لا انا في الاخر انا دوري محدد، انا يعني انا مش صانع قرار مين اللي يجي ومين اللي ما يجيش. مفهوم. الرؤيه بتحدد من خلال المنظومه زي ما قلت لحضرتك، وفي الاخر عصام احنا محتاجين فلان يبقى موجود معانا. طيب كده اشتغل وتفاوض الحمد لله ربنا وفقنا وصلنا ل5 لاعبين اللي قلت لحضرتك. طيب هل في فتره من الفترات يا استاذ عصام يعني شعرت بالقلق لانه جماهير النادي الاهلي هي كانت بدات بتقلق شويه وتضغط عليكم وتبتدي تتكلم على السوشيال ميديا بشكل او باخر وتنتقد الاداره في عدم التحرك بسرعه في اتمام الصفقات في الوقت اللي فيه الغريم التقليدي النادي الزمالك جاب صفقات كتير جدا في وقت قصير، والنادي الاهلي كان لسه يا دوب جايب محمد الشناوي وبيتحرك في صفقه مروان محسن. ما شعرتش بالقلق ولا لا؟ بص، اللي بيشتغل في النادي الاهلي على طول شغال تحت ضغط رهيب، لان قيمه وحجم النادي الاهلي وجماهيره اللي هي يعني تعدي فوق ال 70%
الكثافه السكانيه في مصر والوطن العربي وافريقيا. شغال تحت ضغط على طول، لكن احنا اتعودنا. انا بقالي فتره كبيره شغال في النادي الاهلي، ما يقرب من 10 سنوات من قطاع الناشئين، وتدرجت الحمد لله لغايه ما وصلت بقيت المدير التجاري والتعاقدات للفريق الاول لقطاع الكوره بشكل عام. فانت بتعود على الضغوط دي بشكل او باخر. لكن عاوز اقول لحضرتك على حاجه، احنا ممكن يكون عدد قليل بتاع الصفقات، ولكن احنا بنشتغل على الكيف مش الكم. على الاحتياجات. انت احتياجاتك ايه؟ متطلباتك ايه؟ تشتغل عليها، تبتدي تتحرك تجاهها. الحمد لله ربنا بيوفق. زي ما قلت لحضرتك في البدايه، اسم النادي الاهلي هو اللي مسوق نفسه. طيب، في اي لعيب في مصر وافريقيا في اي حته في العالم يتمنى يلبس تيشيرت النادي الاهلي. خليني اسال حضرتك في استانلي واجاي، هل انتوا كنتوا شغالين في الاثنين لعيبه، ولا ده كان نوع من انواع يعني المراوغه وبتحركوا باستانلي لكن انتوا شغالين على اجاي يعني؟ استانلي احنا ما دخلناش فيه، ما كانش فيه مفاوضات فيه يعني خالص. خالص. احنا بشكل او باخر، هو الراجل عشان ابقى منصف، مارتن يول من ما يقرب من شهرين ونص قال في لعيب كويس اسمه استانلي، هو بص عليه وبعدين جه بعد فتره قال لا انا عندي في المركز ده اكثر من ثلاث لعيبه، فلا خلاص. انا ده الكلام ده من شهرين ثلاثه قبل ما حد يتكلم فيه، وما كانش معلن، دي حاجات داخليه انا بحكيها. ايوه واخد بال حضرتك. ولكن خلاص يعني كان عندنا في المراكز ديت كذا حد. كل الفرق اللي بتلعب قصادنا بتلعب زون ديفنس، فانت محتاج لعيب يراوغ عشان يقدر يخترق. صحيح. استانلي لعيب كويس ومميز، ما قلناش لا نقلل من شأنه يعني، ولكن هو عنده امكانيات. عندنا لعيب واثنين وثلاثه موجودين عندنا عندهم نفس الامكانيات دي، فمش هيبقى قيمه مضافه عندي يعني. جونيور اجاي شغالين عليه من فتره. طبعا كان كابتن اسامه عرابي كان متابعه في كاس افريقيا اللي هو الفريق الاولمبي، ما كان مع كابتن حسام البدري. كانوا تابعين اللعيب، وهو لما مارتن يول طلبوا الجهاز الفني كله بالاجماع قالوا ده لعيب هيبقى كويس، صفقه هتبقى كويسه. اشتغلنا عليها، كلمنا نادي الصفاقسي. كانوا تقلانين شويه نادي الصفاقسي في الصفقه ديت، يعني شايفين اللعيب واعد. لعيب لما يلعب في الاولمبياد هيفرق، سعره النهارده هيبقى مضاعف بالظبط. فكانوا يعني تقلانين شويه في الحته ديت. سالت ايمانويل مونيكي اللي كان في الزمالك، هو مدرب منتخب مش فاكر منتخب كام في نيجيريا، قال لي ده لعيب هايل، لعيب ليه مستقبل واعد. فابتدينا يبقى عندنا اراء مجمعه من كل الاتجاهات، ابتدينا نضغط. كلمت انا الولد وهو في البرازيل عن طريق بصراحه علي معلول، لان علي على طول، علي لما جبته كنت اول 3-4 ايام كنت بحاول ابقى قريب منه عشان اعرفه الاجواء في مصر عامله ازاي، والحمد لله هو الراجل تحس ان هو واحد مننا يعني. ما شاء الله من اول ماتش امبارح. ما شاء الله عليه يعني. فعلي كان بيتكلم بيقول لي جونيور لعيب كويس. فقال لي، قلت له لعيب كويس طبعا، انا كنت سالت عليه واحنا كلمنا نادي الصفاقسي. قال لي ده معايا على التليفون دلوقتي اهو. كلمته. هو قال له معاك عصام سراج الدين مدير التعاقدات النادي الاهلي. فكلمت معاه، قال لي طبعا ده شرف لي ان انا اجي البس تيشيرت النادي الاهلي. خلاص قلت له خلاص ركز انت مع المنتخب، وانا هنبتدي نفتح باب التفاوض تاني مع نادي الصفاقسي. عظيم. الحمد لله ربنا وفقنا، ضغطنا مع نادي الصفاقسي وصلنا ان احنا ربنا كرمنا وخدنا اللعيب. النهارده سجلناه في افريقيا. كنا عاملين غرفه عمليات كده صباحا النهارده الصبح. الحمد لله ربنا وفقنا، وكانت نتيجه ان احنا سجلناه الحمد لله. طيب ده شيء عظيم. هل النادي الاهلي بيسعى الى اي صفقات؟ مش بسال حضرتك خالص على اسماء، انما بسال على مراكز. النادي الاهلي محتاج اي حاجه تاني دلوقتي خلاص، ولا هو يا دوب بس هيخلص اكرم توفيق وكده خلصت بالنسبه له الصفقات بتاعت الموسم ده؟ لا ما تاخدنيش كده في وسط الكلام. اكرم توفيق ملتزم مع ناديه بعقد. هو لعيب مميز ولاعيب ناشئ واعد، ولكن لسه الامور لسه مش واضحه. احنا عندنا مكان واحد فاضي بس. فوارد يبقى عندك بتدور على ديفندر، وارد ان انت بتكون بتدور على راس حربه، لكن في الاخر انا لسه لم اكلف باسم او بمركز متبقي للمكان اللي فاضي في القائمه. يعني ما نقفلش القوس، لسه النادي الاهلي فاضل له صفقه باذن الله ان شاء الله. توقيتها امتى لسه ما خدش الضوء الاخضر. شغالين والله المستعان، ربنا يوفقنا نجيب حاجه كويسه يبقى صفوفنا كامله. انا عاوز اقول ان النادي الاهلي يمتلك افضل لعيبه موجوده في الدوري المصري. مش محتاج ان انت تفكر ان حد هو اللي هيجي يصنع الفارق كده. اللي عاوز اقول لحضرتك واطمن جمهور النادي الاهلي، اللعيبه الموجوده هي افضل لعيبه موجوده في الدوري المصري. لعيبه تقدر تيشيرت النادي الاهلي، تقدر مسؤوليته، وان شاء الله ربنا يوفقنا ان شاء الله
ونحصل على كاس مصر وكاس افريقيا باذن الله. استاذ عصام، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، واشيد جدا بالمجهود اللي قمت بيه في الصفقات، وبشكرك على المداخله، وكل تمنياتنا لحضرتك بالتوفيق. زي ما بنتكلم على صفقات النادي الاهلي، تعالوا نطل طله برضو على صفقات نادي الزمالك، لان صفقات نادي الزمالك الحقيقه في منتهى القوه. كلفت خزنه نادي الزمالك 38 مليون جنيه و800 الف، ونادي الزمالك السنه دي داخل بقوته واحده واحده. بس انتوا بتجروا انتوا مستعجلين على حاجه؟ بالراحه يا عم محمد. يعني اول واحد علي فتحي، ظهير ايسر المقاولين العرب، واحد من اللاعبين المميزين وظهر مع نادي الزمالك. اسامه ابراهيم، ظهير ايمن امبي، وواضح الفرق امبي من غير اسامه ابراهيم، فشوفوا بقى لما يبقى قيمه مضافه لنادي الزمالك. محمد ناصف ظهير ايسر امبي، برضو نفس القصه، واحد من اللاعبين المميزين. شوقي السعيد من الاسماعيلي لوادي دجله ثم الى نادي الزمالك، اثبت كفاءه في اول ظهور ليه. محمود دونجا، دي من الصفقات المهمة جدا وكان متنازع عليها بين الأهلي والزمالك. حسني فتحي الظهير الأيمن للمقصة. محمد مسعد لاعب وسط المقصة. هقول لكم كمان بالمناسبة مين اللي مش هيشارك منهم في الماتش اللي جاي في النهائي الكأس. استانلي مهاجم وادي دجلة، وبعدين محمد مجدي مدافع المصري اهو، ده محمد مسعد، وبعدين استانلي. أنا همشي مع اللي على الشاشة، يلا بينا. محمد مجدي ومحمود حمدي، ويعني خلينا نعتبر ان احمد جعفر عاد الى بيته مره اخرى، يعني ما هوش من الصفقات الجديده. وصلاح ريكو طبعا واحد من اللعيبه المميزين. دي صفقات نادي الزمالك وتكلفتها 38 مليون و800 الف جنيه، في الوقت اللي فيه صفقات النادي الاهلي في الموسم الانتقالات 53 مليون جنيه، رغم انه العدد قليل، واحنا جبت لحضراتكم صفقات واسماء النادي الاهلي. طيب اهو ده اجمالي انفاقات الاهلي في موسم الانتقالات ده 53 مليون جنيه، لانه انتوا حضراتكم عارفين طبعا ان مروان محسن ب 10 مليون، علي معلول ب 700 الف يورو، وجبنا لكم الرقم تقريبا ما يعادل 8 مليون جنيه او 7 مليون وشويه. جونيور اجاي 25 مليون جنيه، محمد الشناوي 4 مليون جنيه. فده يبقى اجمالي صفقات النادي الاهلي مقارنه طبعا باجمالي صفقات نادي الزمالك. قلنا خلاص خبر قيد معلول واجاي وندفت في القائمه الافريقيه. طيب تعالوا نعرف قبل بس ما نروح للمعركه بتاعه الاهلي والزمالك والماتشات والقصه ديت، نعرف لجنه المسابقات اخبارها ايه، والحاج عامر حسين مكمل في لجنه المسابقات ولا لا، لاني برضو عايز افهم هو مطلوب من الراجل ايه اكتر من اللي بيعمله. يعني مطلوب من الحاج عامر حسين ايه اكتر من اللي بيعمله؟ يعني ادي الدوري وادي المنتج، هيعمل فيه ايه؟ ما اعرفش. طب دي حاجه. الحاجه الثانيه، في ظل الازمات المتلاحقه ديت والملاعب والمشاكل الامنيه، مطلوب منهم ايه تاني في اتحاد الكره يعملوه؟ خلينا بس نتكلم بهدوء شويه، لانه دلوقتي الاتحاد محتاج حد فعلا يقف جنب اتحاد الكره، محتاج حد يقف جنبه فعلا بجد، ما بهرجش، انا بكلمكم بامانه. يعني ممكن لما يبقى فيه بقى المجلس اللي جاي يبقى نقول اللي احنا عايزينه، بس المجلس الحالي في حاله من حالات طبعا تسيير الامور في مرحله انتقاليه صعبه، وكتر خير الدنيا ان الدوري انتهى. عايزين نعرف الماتش اللي جاي ان شاء الله باذن الله نهائي الكاس هيتلعب فين، والتفاصيل ايضا كمان بتاعت الحاج عامر حسين واستمراره من عدمه في لجنه المسابقات. انا معايا على التليفون عميد ثروت سويلم رئيس الاتحاد المصري لكره القدم. سياده العميد صباح الفل، اهلا وسهلا بحضرتك. كابتن ابراهيم، ازي حضرتك؟ اخبار معاليك ايه؟ الحمد لله كله تمام كابتن ابراهيم. كله تمام يا رب دايما. طيب خليني اسالك مباشره كده، الحاج عامر حسين فعلا هيستقيل ومش عايز يكمل؟ الحاج عامر حسين بيستقيل بقاله سنتين. الحاج عامر حسين ما نتخيلش الكوره من غير او الدوري او من غير كابتن عامر حسين. لكن هو يعني بيتحمل، لا بيتحمل ما لا يتحمله بشر، يعني معلش. لا ما هو بيستقيل بقاله سنتين بيستقيل، واحنا بنضغط عشان يكمل، واتحاد الكره بيضغط عشان يكمل. لا يعني الوحيد اللي ممكن تقول كابتن ابراهيم ان هو في منظومه الكوره انه بيدي وعطاء، وهو جندي المجهول لما يكون في نجاح دوري ونجاح كاس مصر وسوبر السنه اللي فاتت. الكابتن عامر حسين من الشخصيات اللي ما تغيبش العمل في مشاكل، يعني هو في منأى عن اي مشاكل، مش مستفيد حاجه، ولكن حبه للكوره هو الحريص، هو اللي محرصه دايما على مصلحه الكوره، وبيعمل الدوري وكاس مصر بشفافيه وباحترام.
موضوع استمراره انا ما اعتقدش ان ممكن يبقى في بديل للكابتن عماد حسين. مش هتلاقي حد زيه، ودي مش مجامله ولا لك على الهوا. راجل بيعمل كل حاجه لمصلحه الكوره في مصر. فان شاء الله ربنا يوفقه. وبقول لحضرتك انت بتقول الاتحاد الكوره محتاج حد يبقى جنبه. احنا يعني يمكن ال3 شهور دول كان كلهم مشاكل، كلهم مصاعب، ولكن طالما انت بتتقي ربنا في شغلك فانت ما عندكش مشكله مع حد، بتشتغل مع الانديه كلها على مسافه واحده. في انتقادات كثيره وانتقد الاتحاد انتقادات كثيره في موضوع الانتخابات وفي مجاملات. انا بقول لحضرتك بمنتهى الصراحه، ان كان هناك من يدعي ان في مجامله في الانتخابات لقائمه الكابتن هاني ابو ريده، انا بقول لحضرتك الكابتن هاني ابو ريده مش محتاج مجامله من حد. الكابتن هاني الوضع والخبره ومكانته الدوليه والافريقيه يعني واضحه لكل الناس، واضح ان هو الاقرب لتولي منصب رئيس اتحاد الكوره. فبالتالي اللي اتعمل ده انا بقول لحضرتك في الانتخابات ما تعملش حاجه فيها مجامله لحد. اقرب الناس ليا ما عرفوش ميعاد فتح باب الترشيح. فبكلم حضرتك، يمكن حضرتك بتقول الناس دي محتاجه حد يقف جنبها. انا اللي محتاجينه هو بس توفيق ربنا في الماتشات اللي جايه عشان يبقى خلصنا دوري وكاس مصر. طيب بما ان حضرتك فتحت موضوع الانتخابات ده، احنا صراحه دايما مع بعض على الهوا وبره الهوا، الانتخابات دي هتتعمل ولا لا؟ معاك والله. بص كابتن ابراهيم، انت يعني لحد ما بكلم حضرتك على فكره انا بكلم حضرتك من السعوديه فعلا. في دعوه جات لي من سمو الامير فهد بن سلطان عشان احضر نهائي دوري التبوك النهارده. فاحنا توفاش نادي الانتاج الحربي ان هو يكسب واخذ المركز الثاني، وده انجاز يحسب للكابتن شوقي غريب المحترم. وصي والنبي كابتن شوقي غريب عليا والنبي وصي الكابتن شوقي غريب عليا، لا اله الا الله، وصي الكابتن شوقي غريب عليا والنبي وانت عنده هناك. كان شوقي معايا بس بعد 5 دقايق يكون معايا انا. يعني في الطريق احنا تابعنا انا وهو. فبقول لحضرتك يعني موضوع الانتخابات تتم لحد النهارده. احنا عاملين كل الاستعداد ان الانتخابات تتعمل في 6 اكتوبر، واخترنا المكان والترتيبات والتنظيمات، والترتيبات هتكون على اعلى مستوى. يعني هتعمل انتخابات يعني لا تقل ابدا عن انتخابات الاتحاد الدولي، لان احنا حريصين ان احنا يكون واجهه اتحاد الكوره واجهه محترمه. ان شاء الله باذن الله يوم 30/8 الانتخابات. واما المستجدات دي مش بتاعتنا احنا بقى كابتن ابراهيم. ماشي انا موافق. نهائي الكاس هيتلعب فين؟ نهائي الكاس ان شاء الله باذن الله احنا يعني كل الترتيبات على انها تتعمل في استاد برج العرب. طبعا انت عارف حضرتك الماتش كان امبارح، ماتش الاهلي وماتش الزمالك قبليه بيوم. الوقت ضيق جدا، والحاج عامر كان محدد يوم 8/8 مش عاوزين ناجل. طلبنا النهارده الكاس من مستر نصر منصور، هيجي بكره الكاس. يمكن احنا كنا عاملين كاس جديد لكاس مصر، لسه ما وصلش من الشركه المنظمه او الراعيه لكاس مصر، لكن احنا بنعمل برضو في التوقيت ده ان الكاس القديم ممكن يسلم لبطل الكاس، وبعد كده زي ما عملنا الدوري، درع الدوري الجديد وصل لاتحاد الكوره هيسلم للنادي الاهلي، وهنجيب الدرع القديم نحتفظ بيه في مبنى اتحاد الكوره. فالماتش ان شاء الله باذن الله يعني في استاد برج العرب باذن الله. السوبر ميعاده امتى ان شاء الله؟ السوبر كان كابتن عامر حسين كنا محددين له اصلا قبل بدايه الموسم، لكن انت عارف حضرتك الماتشات الافريقيه الاهلي عنده يوم 12 والزمالك تقريبا 14 وبعدين 21، يعني خلال شهر 8 اصبح من الصعب جدا. 25/8 عندك تجمع منتخب مصر عشان خاطر في ماتش يوم 30/8 سفر على جنوب افريقيا، وعندك ماتش مع جنوب افريقيا 6/9 عوده اجازه عيد. فاعتقد ان احنا ممكن يعني يا اما اول الموسم، يعني الدوري هيبدا في النص الثاني من 9 او يعني الاسبوع الثاني من شهر 9 بعد اجازه العيد. ممكن بالنسق مع الكابتن عامر حسين، لان احنا نعمل ماتش السوبر يعني ان شاء الله باذن الله كده في السعوديه في استاد الجوهره في جده. الشركه الراعيه بتنسق على كده، ودي تبقى حاجه جديده، وبرضه عشان يبقى السوبر كابتن ابراهيم يبقى فيه جماهير، يعني هتبقى حاجه محترمه. وهنا الاخوه السعوديين حابين يستضيفوا ماتش السوبر المصري. حلو، يبقى ناخد من حضرتك معلومه كده ان احنا بنتكلم ماتش السوبر ممكن او بطوله السوبر ممكن تتلعب قبل انطلاقه الدوري الممتاز. اذا قلنا مثلا الدوري ممكن يتاجل فيبتدي يوم 17 مثلا ولا حاجه، فممكن بطوله السوبر يعني تبقى على يوم 15 كده، مظبوط مثلا كده في التوقيتات دي؟ خلي بال حضرتك برضه يا كابتن ابراهيم ان مستر كوبر عاوز يلعب
3 اسابيع على الاقل في الدوري، لان احنا عندنا ماتش الكونغو في اول 10. يعني عاوز اقول لحضرتك الكابتن عامر حسين، عشان كده لما بشيد بالكابتن عامر حسين الناس بتعتقد ان دي علاقه شخصيه. انا بشيد بيه بعيدا عن الصداقه الشخصيه اللي بينه وبينه، لان ممكن اللي شاف من بعيد حضرتك واحد يجي يقف في برنامج حضرتك او ضيف تستقبله او احد خبراء الكوره اللي احنا بنسمع عنهم يقعد يقول لك يا عم دوري ايه مصري ده اللي كل 5 اسابيع بينزلوا جدول. يا كابتن ابراهيم انت عندك مشكله في الملاعب، وعندك مشكله في التحكيم، وعندك مشكله عندك مشكله في جميع عناصر الدوري العام. فبالتالي ما تقدرش تقول جدول الدوري من اول اسبوع لاخر اسبوع، ما تقدرش تعمل كده في مصر. الظروف اللي في مصر بتختلف عن اي دوري في دوريات العالم. طيب انا اتفضل استاذ عماد. انا بس سؤالي انه احنا بنتكلم على السوبر كابتن ابراهيم، ما انتش قادر تحدد ميعاد، ما انتش قادر. عندك ماتشات افريقيه للانديه، عندك ماتشات تصفيات كاس عالم، داخل بعد كده على ماتش غانا، لكن هو يعني بيذاكر وبيجتهد انه يطلع ماتش السوبر. حابين ان احنا نعمله قبل بدايه الموسم، بس هيبقى صعب. هقول لحضرتك ليه، لانه ده هيبقى نهايه موسم الحج، يعني هيبقى يوم 15 ده الناس لسه راجعه من الحج، يبقى صعب جدا تعرف تجيب تاشيرات. معاك انا عشان كده بقول لحضرتك كل دي مصاعب يخليك. هو الكابتن عامر اتكلم معايا انه عاوز يعمل السوبر صعب ما بين الدور الاولاني والدور الثاني. غالبا كده ممكن ترسى على كده، يعني اعتقد ترسى على كده. انما قبل انطلاقه الدوري وانت عندك وقتك ضيق عشان هيكتور كوبر عايز يلعب 3 اسابيع، وبعدين انت بتتكلم في موسم الحج كمان هيبقى في نهايته صعب ان انت تحصل على تاشيرات والفرق تسافر قبليها لا والجماهير وبتاع صعب. برضه ماتش السوبر ده كابتن ابراهيم علاقه ما بين اتحاد الكوره والشركه الراعيه برزنتيشن بالظبط. يعني قصدي حضرتك ايه، لا نقدر نعمله من غيرهم ولا يقدروا يعملوه من غير، يعني لازم التنسيق حتى في الموعد لان ده راجل شارك السوبر او هو الحقوق الرعايه بتاعته في السوبر اللي عاوز يجيب بيها دخل ليه، فعاوز يختار الموعد اللي يتناسب مع انه يعمل مباراه زي السوبر في الامارات السنه اللي فاتت، فعاوز يختار الوقت المناسب اللي برضه يبقى فيه عائد بالنسبه له. ايوه بيتهيألي ان الموضوع ده في صراحه احسن من كده، يعني في صراحه احسن من كده. لا والله ما في صراحه احسن من كده. ما انا يعني بتكلم معاك ليه، لانه احنا بصراحه بنوصل للناس يعني بنوصل للناس المعلومه. الناس بتقعد تسالنا فعلا حاجات في التفاصيل دي، فخلينا بس نحط الناس قدام الوضعيه الحقيقيه برضه لظروف الدوري الممتاز. وانا هسال حضرتك برضه سؤال بمنتهى الصراحه، ماتشات الاهلي والزمالك الافريقيه والملاعب بتاعتها هل فيها اي مشكله دلوقتي ولا يعني لسه على قديم؟ اكيد ماتش الزمالك ما فيهوش مشكله، هيتلعب في بوتر سبورت. في بس مشكله في ماتش الاهلي، ويمكن كان بيكلمني الحاج محمد عبد الوهاب وبيكلمني سياده اللي هو شريف شمس، لكن احنا بعتنا ان الماتش هيتلعب في السويس وفي انتظار بس موافقه الامانه العامه. ولكن ان شاء الله بص يا كابتن ابراهيم، لما انت بتكون بتتعامل وبتتعامل بشفافيه، انا مش يعني انت حضرتك شفت كذا مشكله حصلت في الشهر او الشهرين اللي فاتوا كلها اتحلت بدون مشاكل، لانك انت مالكش فواتير بتدفعها لحد. أيوه. انت بتاخد القرار المناسب للواقعه اللي بتتعرض عليك. سيادة العميد أنا بشكرك شكرا جزيلا، وكل تمنياتنا ليكم بالتوفيق. العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي بقى سابقا وحاليا هو الرئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. عايزين نروح نعرف ايه اللي بيحصل في الإسماعيلية امبارح كان في أزمة كبيرة جدا والجماهير كانت غضبانة. النهارده الأمور هديت شوية، وحقيقة كان في تدخل من مدير الأمن. دي صور من اللي حصل امبارح، وتجمهر عدد كبير من الجماهير بسبب طبعا ضيقهم او غضبهم من النتيجه بتاعه المباراه، والاكثر من كده هم مش حاسين بالاستقرار في الفريق. وقلنا انه في 3 من الاعضاء تقدموا باستقالتهم، هم السيد بديع ابو علي والسيد وليد الكيلاني والسيد احمد عبد الحليم. ال3 دول تقدموا باستقالتهم. طب الموقف دلوقتي بقى عامل ازاي؟ لانه خليني اقول لكم انه هيبقى في زياره رئاسيه مهمه مثلا خلال اعتقد بكره او بعد بكره بكره، وفي في نفس الاطار كده بتاع الاسماعيليه والسويس. فطبعا طلب من الناس ان هي تهدي الاجواء شويه، وطلب من الناس انه يعني يبقى في نوع من انواع التزام الصمت على الاقل لحد ما الزياره تعدي، وبعدين يبقى لكل حدث حديث زي ما بيتقال. يعني اللافت للنظر او المهم في ازمه النادي الاسماعيلي لحد دلوقتي انه مفيش يعني تصريح رسمي يطلع يحكي لك او يشرح لك او يقول لك الموقف عامل ازاي. دي حاجه. الحاجه الثانيه
انه جماهير الاسماعيلي ما بتطالبش بكتير، يعني هي مش عايزه حاجه، مش عايزه حاجه كبيره، مش عايزه حاجه عظيمه، وكل اللي طالبينه انه يبقى فيه نوع من انواع الاهتمام من الاداره باللعيبه والصفقات الجديده، واللعيبه كمان تشد حيلها شويه. في استعجال، في استعجال، ودي وضعيه طبيعيه، لانه جمهور الكوره يعني وتحديدا كمان محب قوي العاشق لفرقه، في زي ما بنتكلم في المصري وزي ما بنتكلم في الاتحاد السكندري وفي الاسماعيليه، بقى عندهم دايما طلبات انه انا عايز ال 100% بتاعتي، ال 100% بتاعتي. اللعيبه رجاله يتغلبوا مش مشكله، بس هم عندهم طبعا احساس انه اللعيبه كان في نوع من انواع التخاذل. طيب الموقف دلوقتي عامل ازاي؟ الموقف انه في 3 من اعضاء مجلس الاداره مقدمين استقالتهم. اللي هيحصل كالتالي: يا اما بعد زياره الرئيس في الغد للاسماعيليه وقناه السويس، بعد انتهاء الزياره يتم الاجتماع يا اما من خلال المحافظ يا اما من خلال مدير الامن، ويقعدوا يتكلموا مع ال3 المستقلين، لان كده مفيش مجلس، كل سنه وحضراتكم طيبين. يا اما هيقعدوا مع ال3 يطلبوا منهم العدول عن الاستقاله، بالتالي المجلس ده يكمل، او هيبقى قدامهم اعتقد فرصه او وقت زمني لمده اسبوع اعتقد او 10 ايام حسب اللوائح ما بتنص، هيتبعت اذا هم كانوا بعتوا فعلا الاستقاله دي استقاله مكتوبه ارسلت الى مديريه الشباب والرياضه بالاسماعيليه، وبالتالي ترسل كمان الى القاهره هنا او ترسل الى الوزاره، كله بيصب في حته واحده. فبعد 10 ايام بياخدوا المهله او اسبوع، عشان بس ما اكونش يعني انا مش فاكر المده بالظبط المحدده، وبعدها ما يكونوش موجودين في المجلس، ويتم اما بقى تعيين مجلس جديد او يشوفوا الدنيا هتبقى ماشيه ازاي مع وزاره الشباب والرياضه. طيب قولوا لي بقى تاني كده معانا مين؟ السيد الدكتور عادل رضوان، مديريه الشباب والرياضه بالاسماعيليه. برحب بحضرتك يا دكتور، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا يا استاذ ابراهيم، اهلا بحضرتك. اهلا اخبار بيك. معاليك ايه يا فندم؟ كله تمام؟ الحمد لله يا فندم، تمام بالتوفيق طيب يا استاذ ابراهيم. ربنا يخليك يا رب يا فندم، بشكرك. طمنا الاوضاع ماشيه ازاي في الاسماعيليه، وتحديدا كمان انا هسال حضرتك في جزئيه وانت وضحها لي بقى. هل حصل وارسل ال3 اعضاء المستقلين استقالاتهم رسميه لمديريه الشباب والرياضه بالاسماعيليه، ولا ده ما حصلش يا فندم؟ لا يا فندم، حصل وشرفني بالحضور المستشار وليد الكيلاني والعميد بديع ابو علي، وتقدموا باستقالاتهم، والاستاذ احمد عبد الحليم قبليهم بيوم. طيب دلوقتي حضرتك عندك 3 استقالات، ايه اللي بيحصل بقى قانونا كده بقى؟ ايه اللي بيحصل؟ والله احنا ما نقدرش نعمل اي حاجه الا بعد مرور المده البينيه. ايوه اللي هي إيه؟ محدده طبقا للوائح ب7 ايام من تاريخ تقديم الاستقاله. اسبوع من بعد الاسبوع ده بتبتدوا تتحركوا. هي بالنسبه للاستاذ احمد عبد الحليم هتبقى يوم الثلاث الموافق 9، وبالنسبه للعضوين الاخرين الاستاذ بديع والمستشار العميد بديع والمستشار وليد يوم الاربعاء الموافق 10. طيب بعديها بقى وزاره الشباب والرياضه بتاخد قرارها، اما بتعيين مجلس جديد، صح كده؟ معايا يا فندم؟ مع حضرتك يا فندم. او ايه تاني؟ يعني لا ما فيش تعيين مجلس جديد يا فندم. امال ايه اللي بيحصل بقى؟ هو طبعا بيتم بحث الموضوع بعد عدم العدول عن الاستقالات، يعني وارد جدا ان العدول في الاستقاله او في حاله عدم العدول عن الاستقاله هيتم بحث الامر من الناحيه القانونيه بالتنسيق مع السيد الوزير المحافظ والسيد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه. لكن في 2 دلوقتي موجودين في المجلس، رئيس المجلس وعضو مجلس اداره، دول منتخبين من قبل الجمعيه العموميه. كويس. بس فهو اصلا المجلس كده في انعقاده غير قانوني، لان الحد الادنى لانعقاد المجلس 5 اعضاء زي ما كلنا عارفين طبقا للقانون. فالمجلس دلوقتي في الوقت الحالي انعقاده غير قانوني، فاما امر من الاثنين: المجلس مدته تنتهي 30/8، يبقى في حل في هذه الحاله يبقى يتم استكمال المجلس، او اتخاذ ما يلزم في شأن بقى في حاله 30/8 ده تنتهي مده هذا المجلس يا فندم؟ لانه منتخب. طيب ما يعني مش قادرين كانوا يصبروا بقى لحد يوم 30/8 وحلهم القصه دي؟ كل واحد يا فندم بيبقى عنده قناعاته الشخصيه. وعايز اطمن جماهير النادي الاسماعيلي طبقا مش هقول بقى طبقا للكلام المعتاد ان الاسماعيلي من القلب والعين بالنسبه للمسؤولين سواء في المحافظه السيد الوزير المحافظ والمهندس خالد عبد العزيز، وبيتابعوا لحظه بلحظه كافه الاجراءات واجبه الاتباع بشان النادي الاسماعيلي. فانا بقول للجماهير اطمنوا، احنا كلنا بنعشق النادي الاسماعيلي، وان شاء الله الامور تستقر والامور
تهدى في المرحله اللي جايه ان شاء الله. طيب هل بعد الزياره دي تخيلات حضرتك او يعني من واقع التجارب ومن واقع مسؤوليه حضرتك كمدير مديريه الشباب والرياضه، هل متخيل مثلا انه السيد المحافظ ومعاه السيد مدير الامن يقعدوا مع الثلاث اعضاء المستقلين ويتم اقناعهم بالعدول على الاستقاله، وبالتالي يستمروا على الاقل حتى لحد يوم 30/8 وبعدها يتم الدعوه بقى يشوفوا اذا كان هيجددوا بقى ولا لا، ولا على حسب قانون الرياضه والقصه اللي على حسب الاجراءات الواجبات اللي بتجرى. هو طبعا السيد المحافظ دائما وابدا بيسال عن تطورات، احنا مش قادرين نتدخل في الفتره الحاليه. ده قرار اعضاء، ان شاء الله يتم عقد اجتماع طارئ للبحث عن استقرار مجلس الاداره او بتحكم الامور دي حاجات كتير قوي، قناعه كل شخص مقدم استقالته. ايوه. وفي نفس الوقت المناخ العام او الجو العام للنادي الاسماعيلي. يا دكتور عادل انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. انا بشكرك، وانت يعني من الشخصيات المحترمه، ونتمنى لك كل التوفيق يا استاذ ابراهيم. عزك الله. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. دكتور عادل رضوان مدير مديريه الشباب والرياضه بالنادي الاسماعيلي، وطلعنا طلع على الاسماعيليه عشان نطمن ونعرف الدنيا ماشيه ازاي. ماشي. انا بس انا عندي اخبار كتير قوي، بس انا عايز الخبر ده قبل ما اروح لبقيه الاخبار. انا عمال برقصكم جوه في الكنترول انا عارف، بس معلش. في الدور ال 32 في الجودو، ماشي كده، في الدور ال 32 في الجودو في الاولمبياد عندنا بطلنا المصري اسلام الشهابي هيواجه لاعب الاسرائيلي ساسون في الدور ده. اتعملت قرعه الدور 32 لمسابقه الجودو في دوره الالعاب ريو 2016 اللي احنا بنتكلم فيها دي، والقرعه قالت انه هيبقى في مواجهه ما بين البطل المصري او اللاعب المصري واللاعب الاسرائيلي. اللاعب المصري بتاعنا هو اسلام الشهابي، والاسرائيلي هو ساسون، ده المصنف الخامس عالميا، ده في وزن 100 كيلو جرام بالدور الاول. حصلت قبل كده طبعا اكتر من مره وابطالنا المصريين بيفوزوا على الاسرائيليين، بس انا عايز اجيب لكم بس من الاخر عشان احنا كل مره بنقف نفس الوقفه دي هنا بنقف نفس الوقفه دي كاعلام بقى، واللي طبعا وفي فته كتير بتحصل عشان يعني نبقى منصفين. يعني في ناس مالهاش اي علاقه خالص بالرياضه فبتقعد تدلي يعني بدلوها في الموضوع وتقعد تفتي وتقول حاجات مالهاش اي علاقه بالرياضه. جرت العاده ان احنا بنقعد نتكلم دايما على طب احنا هنلعبه ولا ما نلعبوش؟ هو ده في تطبيع رياضي ولا فيش تطبيع رياضي؟ بنلعب اللعبه بتاعت ايه؟ طب لو كسبوا فاحنا نطلعوا السما، احنا الابطال وكسرنا مناخيرهم وكسرنا عينيهم ونستعيد ذكريات اكتوبر، وتلاقوا معمول تقرير في بدايه الطلعه بتاعت اكتوبر. فيعني شايفين المشاعر عامله ازاي بقى، حاجه كده تحس فخر كده. طب ولو اتغلبنا بقى لا قدر الله، ما بيتقالش بقى انه كانت مباراه، لا يتقال بقى حاجات تانية، وازاي ومين اللي سمح له وكان لابد من الانسحاب، وهاتوا لنا السيد وزير الشباب والرياضه انت ازاي تسمح بحاجه زي كده، وهاتوا لنا الراجل رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه، وهاتوا لنا الاتحاد اللي مش عارف الجودو، وهاتوا لنا الراجل اللي مش عارف ايه، واعملوا لنا وتبقى بقى قصه كبيره. فانا بقول لكم من قبل الماتش، من قبل ما يتلعب، ننجز بقى في القصه دي، يعني ننجز في القصه دي ويبقى عندنا قرار او يبقى عندنا اتجاه موحد. رياضه فرياضه فنلعب رياضه، يعني رياضه فرياضه فاحنا هنلعب رياضه، او رياضه في السياسه فاحنا مش هنلعبه، ونبقى عارفين القصه دي عشان هيبقى في يعني اماكن هنحتك بيها كتير جدا في الحاجات دي، يعني في البطولات اللي على الاقل في البطولات الفرديه. نفسي يطلع حد يقول يا جماعه احنا هنلعبهم، فما حاش بقى كل شويه اكل دماغنا في القصه دي. انا بجد لانه الموضوع ده من اكتر الحاجات اللي بتستفز الواحد. يعني بيقول لك قبل الماتش ما تلعبش وما تعملش، فاذا انتصر يبقى عالمي، اذا اتغلب يبقى هاتوا لنا بقى كل الناس المسؤولين دول يقطعوا رقابيهم لان هم كلهم مش وطنيين. يا نلعب رياضه في رياضه، فاحنا بنلعب رياضه بقى خلاص، نكسب نخسر مش رياضه زيه زي اي حد تاني، او احنا ما رافضين بقى فاحنا رافضين على طول الخط، وهنستحمل بقى كل ما يعني يحدث من تبعات ذلك بقى من عقوبات في اي حاجه. بقول لكم قبل الماتش عشان انا هفكركم بكره بردود الافعال، مش يعني تحديدا ما اتكلمش كمان على البرامج الرياضيه، لانه كل من يعمل في الوسط الكروي او في الوسط الرياضي تقريبا بقى عنده بقى الخلفيه اللي يعرف يتكلم فيها. انما انا بكلمكم على الفته الثانيه اللي بتحصل في البرامج اللي مالهاش اي علاقه بالرياضه، اللي بتقعد تفتي وتقعد تتكلم في حاجات، واذا من ضمنهم كان حد كان قال لك ما نروحش نلعب في قطر وما نروحش نعمل في مش عارف كذا وانا هسافر ومش راجع تاني، والحاجات اللي ما تفهمش منها اي حاجه في اي حاجه لمجرد بس الادلاء بالدلو. ده دلوقتي على الهوا، ده من ريو دي جانيرو. طيب دي ايه بقى منافسات ايه؟ طب هاتوا حفل الافتتاح.
ما انا مستحيل اشوف ده حفل الافتتاح عظيم جدا. فاضل ساعة على حفل الافتتاح، تلت ساعة. ده من ريو دي جانيرو، ده من البرازيل دلوقتي حالا علشان حضراتكم تبقوا معانا. ده ملعب الماراكانا، ودي الاجواء بقى قبل الحفل بتاع انطلاقه اولمبياد 2016. ومن كل تمنياتنا بالتوفيق لكل البعثه المصريه اللي موجوده هناك وكل نجومنا المصريين. وانا رايي محدد من الاول، هنلعب وانا رايي ان احنا نلعب، نكسب نخسر دي رياضه، وندخل الاثنين في بعض دي انا ماليش فيها بصراحه، ما بفهمهاش. نلعب رياضه يبقى نلعب، هناخدها رياضه يبقى رياضه يبقى نلعب. يعني حد يجي بقى من يقول لنا ما تلعبوش يبقى ما تلعبوش، انما ما نجيش بقى ايه قطر يقول لك ما تلعبش في قطر، مش عارف ده اسرائيلي ما تعملش مش عارف ايه. الرياضه للرياضه، فالرياضه للمنافسات. وان شاء الله باذن الله ربنا يسدد خطى اسلام الشهابي بكره. حمدي زكي طلب الرحيل او هيطلب الرحيل من النادي الاهلي. الراجل كان شارة القيد الافريقي وبالتالي هو مش موجود خلاص، مش هيبقى مقيد افريقيا وبالتالي مش هيكمل في النادي الاهلي. عندي تقرير عن توقعات جماهير الفريقين الاهلي والزمالك لنهائي الكاس. تعالوا نستعرض او نشوف اراء الناس ايه، مين اللي هيكسب اهلي ولا زمالك، وبعدين عندي اخبار كتير جدا انا لسه ما قلتهاش. يلا توقعاتك لنهائي الكاس بين الاهلي والزمالك. ان شاء الله الزمالك هيكسب 2-0، باسم مرسي وممكن ايمن حفني. ان شاء الله احنا اللي هنكسب طبعا النادي الاهلي ان شاء الله 2-0، ومؤمن والصفقات الجديده باذن الله. الاهلي يكسب، عبد الله السعيد وعلي معلول. هو بصراحه الاهلي اخر ماتش ليه بعد يعني انبي كان بيلعب حلو قوي جدا، بس الاهلي معروف ان هو بعد الدقيقه 80 بصراحه بنبدا نخاف منه. الاهلي ان شاء الله 2-0، عمرو جمال وعبد الله السعيد. ان شاء الله الاهلي باذن الله. الاجوان ان شاء الله مؤمن زكريا وعبد الله السعيد. هي معروفه ان الاهلي ان شاء الله، يعني اكيد ان الاهلي. هو الزمالك يعني حاليا كويس، اللعيبه كاداره كحاجات كتير قوي، بس الاهلي بيلعب على بطوله، الاهلي بيلعب بطوله. نحب ناكد على حاجه، ان ده ماتش فيه روح رياضيه، الاثنين بيمثلوا مصر. ناس كتير جدا بتتفرج على الماتش ده، لان مصر هي كيان كبير جدا جدا، مش بيتابعوا مصر في مصر، في الوطن العربي كله. نتمنى روح رياضيه تسود الاول. اتمنى الاهلي يفوز ان شاء الله، واتمنى الاحسن برضه هو اللي يكسب ان شاء الله. طيب حسام غالي بيدرس خوض انتخابات مجلس الاهلي المقبله مع الكابتن محمود الخطيب. ده من الاخبار اللي يعني المؤكده. كابتن حسام غالي هيبقى بيفكر انه يبقى موجود مع الكابتن محمود الخطيب في الانتخابات اللي جايه، واحد من نجوم كره القدم بكل تاكيد. طبعا ما احنا هو بنتهاجم بعد كده. يمكن احنا قلنا قبل كده الموضوع ده في بدايه انطلاقه برنامج السوبر، انه الموسم ده اللي هيبتدي ده هيبقى الموسم الاخير لحسام غالي، وبيفكر هو بعديها بقى في امور عده. وزي ما بقول لحضراتكم الراجل بيفكر بشكل قوي جدا في التواجد مع الكابتن محمود الخطيب في القائمه المقبله. الزمالك بيستعد للاهلي بمعسكر لمده 48 ساعه. المباراه زي ما سمعنا من سياده العميد ثروت سويلم رئيس الاتحاد قال انها تبقى على برج العرب. خليني اقول لحضراتكم كده قائمه نادي الزمالك بالمستبعدين اللي مش هيبقوا موجودين. حراسه المرمى فيها احمد الشناوي، فيها عمر صلاح، في الدفاع علي فتحي ومحمد ناصف وأسامة إبراهيم، حسني فتحي وعلي جبر، أحمد دويدار، شوقي السعيد، رمزي خالد، إسلام جمال، أحمد توفيق، طارق حامد، معروف يوسف، إبراهيم صلاح، أيمن حفني، محمود عبد الرازق شيكابالا، ومصطفى فتحي. الهجوم باسم مرسي وإيمانويل مايوكا وأحمد جعفر. خرج من القائمة الأسماء اللي هقولها لحضراتكم دلوقتي حالا: ستانلي طبعا بسبب حصوله على ال3 إنذارات بالكامل الموسم اللي فات، جنش مش موجود، ومحمود عبد العاطي دونجا بسبب الإصابة، محمد مجدي ومحمود حمدي ومحمد موسى طبعا صعب ان هم يشاركوا بسبب عدم الجاهزية، ما يلحقوش يبقوا موجودين، بالإضافة طبعا لمحمد إبراهيم اللي بنتمنى له الشفاء والعودة مرة أخرى الى صفوف الفريق. ونادي الزمالك لسه هيجتمع ويقعد مع مكي علشان يقنعوا بالرحيل للنادي المصري رغم توقيعه لسموحه. هناك محاولات تبذل من قبل مجلس الاداره مع مكي علشان يغير وجهته بشكل او باخر.
نادي الزمالك صرف عقود او صرف مقدمات صفقات، الصفقات الجديده او ابلغهم انه هيصرف كل المقدمات دي يوم 10 اغسطس الجاري بعد مواجهه النادي الاهلي في نهائي كاس مصر. تم ابلاغ كل اللعيبه، قال لهم يوم 10، قال لهم كده يوم 10 اغسطس كل الفلوس او كل مقدمات التعاقد هتبقى موجوده في النادي، تقدروا تحصلوا عليها. ناخد فاصل وبعد الفاصل اخبارنا العالميه. طيب خليني بس الاول اقول لكم في الاولمبياد نجومنا المصريين هيبقوا عاملين ايه. عندنا احمد النمر هيواجه الاسترالي تايلو بالقوس، ده في دور ال 64. احنا معانا على الشاشه اهو الاجواء قبل افتتاح الاولمبياد 2016 بريو دي جانيرو في البرازيل. اللاعب المصري هيشارك في دور ال 64 ضد اللاعب الاسترالي وورث تايلر اللي حصل على الترتيب رقم 14 في جوله الترتيب الاولى بعد ان حصل على 674 نقطه، فرق 30 نقطه عن اللاعب المصري. ريم منصور هتلاعب الصينيه لين شي المصنفه التاسعه على العالم، ده في دور ال 64. وهيبقى عندنا كل يوم فقره ثابته عن الاولمبياد هنتابع فيها كل اللي بيحصل في الاولمبياد ان شاء الله. اخبارنا العالميه بقى، شوف المنظر تحفه بصراحه. يعني في يوم من الايام جايز ان شاء الله نستقبل عندنا الاولمبياد، في يوم من الايام جايز يعني نستقبل عندنا كاس عالم. بس هو الواحد بيفكر هي الناس دي عشان خاطر يعني تستقبل كاس عالم وتستقبل اولمبياد تستعد ازاي وتشتغل ازاي؟ الاوضاع اللي ليها علاقه بالاقامه والمعيشه وحسن الاستقبال والتعامل الادمي وتوفير كل سبل الراحه، ومن بعد كل ده الاستفاده طبعا الماديه، لانه اقتصاديات دول قايمه على استقبال احداث زي كده او يعني احتكار احداث زي كده، اذا كنا بنتكلم على البث التلفزيوني بتاعها او اذا كنا بنتكلم على استقبالها. يعني الموضوع او الشكل اللي قدام حضراتكم ده في شغل كتير جدا جدا عشان خاطر البرازيل يبقى عندها الاولمبياد ومن قبلها يبقى عندها كاس عالم، وعشان المانيا تستقبل كاس العالم، وعشان قطر تستقبل كاس عالم، وعشان مش عارف مين يستقبل ايه. هي انا مش من نوعيه الناس المتشائمه، يعني هو عندهم دايما الاحساس بالرفض القاطع لفكره انه احنا في يوم من الايام ممكن نوصل كده. بس خلينا نبقى منطقيين، احنا محتاجين نشتغل على حاجات كتيره جدا جدا في سلوكياتنا احنا كبشر كبني ادمين يعني، ومن بعدها نبتدي نتكلم في حاجه زي كده. يعني الصوره هي قدام حضراتكم، لا في ورقه مرميه في الارض ولا في سلوك مش منتظم. شوفوا الناس بتلف في كل واحد في الطابور بتاعه. موضوع هادي وموضوع لطيف وسهل وسلس، التعامل كمان واضح لحضراتكم. المدينه طبعا شكلها تحفه، ده استاد الماراكانا اللي بيستقبل حفل الافتتاح على الهواء هو قدام حضراتكم على الشاشه. الاضواء، النقل الحي للاحداث دي في كل حته في العالم في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده. الاولمبياد طبعا فخر لاي دوله بتستقبلها والناس تستناها وتنتظرها في يوم من الايام جايز يعني جايز. طيب تعالوا نتكلم بقى عن رمضان صبحي وبقيه اخبارنا، وبرده خلوا معانا يا جماعه، خلوا معانا على الشاشه، اقسموا لنا الشاشه نصين، خلوا معانا الاحتفاليه اذا ربما بقى في اي حاجه نتكلم عليها اذا استوجبت الضروره. رمضان صبحي في قائمه ستوك سيتي لمواجهه هامبورج. مارك هيوز مدير فني قرر لستوك سيتي قرر ضم رمضان صبحي لقائمه الفريق اللي هتواجه وديا هامبورج يوم السبت الساعه 4. كل الناس هتتفرج على الماتش بكل تاكيد. تم
استدعاء طبعا رمضان، ودي وديه هامبورج دي هي الاخيره لستوك سيتي قبل انطلاقه مشوار الدوري. وكان الفريق اول مباراه تم تحديدها بالنسبه له هو ملاقاه ميدلسبرا، ده هيكون يوم 13 من الشهر الجاري. في دوري ابطال اوروبا قرعه دور تحديد المتاهل لدور المجموعات. بورتو هيواجه روما، يعني محمد صلاح. بورتو هيواجه بين قوسين كده محمد صلاح في قمه مهمه وناريه. ومانشستر سيتي هيواجه ستيوا بوخارست الروماني. ماتش بورتو وروما هيبقى اتقل. النهارده على فكره كانت قرعه تحديد المتاهل. محمد صلاح هو المصري الوحيد اللي هيشارك في المرحله ديت اهو قدام حضراتكم، اللي هيشارك في المرحله دي مع فريقه اس روما بعد ما حصل على المركز الثالث في الدوري الموسم الماضي. ماشي كده. تقام مرحله الذهاب او ماتشات الذهاب ايام 16 17 اغسطس، العوده 23 24 من الشهر ذاته. ماشي كده. ماشي. نروح لقرعه الدور التمهيدي للدوري الاوروبي. اندرلخت هيواجه سلافيا براج التشيكي. ده برضه القرعه النهارده كانت موجوده، قرعه مرحله البلاي اوف من الدوري الاوروبي. محمود حسن تريزيجيه مع اندرلخت هيلاعبوا سلافيا براج التشيكي. واندرلخت هيلعب مباراه الذهاب خارج ارضه يوم 18 اغسطس، وهيكون لقاء العوده يوم 25 من الشهر نفسه. رونالدو وجريزمان وبيل بيتنافسوا على لقب الافضل في اوروبا، وتم استبعاد ميسي وسواريز من القائمه. الاتحاد الاوروبي لكره القدم اليويفا اعلن اليوم عن اللاعبين الثلاثه المرشحين لجائزه افضل لاعب في اوروبا موسم 2015 2016. البرتغالي كريستيانو رونالدو، والويلزي جاريث بيل نجوم طبعا ريال مدريد، والفرنسي انطوان جريزمان لاعب اتلتيكو مدريد. على الترتيب كده، رونالدو كان حقق دوري ابطال اوروبا وكان هداف البطوله مع ريال مدريد، وحقق كاس الامم الاوروبيه مع البرتغال. ماشي كده. جريزمان وصل لنهائي دوري ابطال اوروبا ونهائي اوروبا امام البرتغال. جاريث بيل حصل على دوري ابطال اوروبا مع ريال مدريد، وقاد بلاده طبعا لانجاز لنصف نهائي اوروبا لاول مره في تاريخهم. ده كده عشان حضراتكم تبقوا عارفين عمليه التصويت شارك فيها صحفيين من 55 دولة عضوة بالويفا عن قائمة تضم 10 لاعبين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات. ماشي كده. ماشي. طبعا خرج ميسي وخرج سواريز. دورة الألعاب بقى الأولمبية لكرة القدم أو كرة القدم منافسات ومباريات كرة القدم. منتخب البرازيل الأولمبي بقيادة نيمار افتتح مشواره بالاولمبياد باداء باهت وتعادل سلبي امام جنوب افريقيا. باهت بس طبعا اتعادلوا مع كل المنتخبات اللي بتشارك، واحنا طبعا منحازين لاي منتخب من المنتخبات الافريقيه. بدايه المشوار بتاعه المنتخب البرازيلي ما كانتش موفقه على الاخر، يعني على الاطلاق. نيمار ورفاقه طبعا سقطوا في فخ التعادل امام جنوب افريقيا، وكان نيمار كان غاب عن كوبا امريكا علشان يبقى في قمه استعداده للاولمبياد. ما عرفوش يفكوا شفره دفاع جنوب افريقيا. وبالمناسبه دي المره ال13 اللي بتشارك فيها البرازيل في الاولمبياد. خسرت المباراه النهائيه 3 مرات امام 84 2012، وحل الثالثه مرتين 96 و2008. جنوب افريقيا دي المره الثانيه في تاريخها، المره الاولانيه كانت سنه 2000. نتائج ترتيب المجموعه او ترتيب المجموعه الاولى اقول لحضراتكم دلوقتي على الشاشه. جنوب افريقيا نقطه بعد ماتش، البرازيل نقطه، والعراق نقطه، والدنمارك نقطه. ماشي. نيجيريا حققت فوز مثير على اليابان 5-4 في قمة مباراة الأولمبياد. وجونيور أجاي شاهد اللقاء على الدكة. جونيور أجاي ده اللي هو لاعب النادي الأهلي الجديد. المنتخب النيجيري قدام حضراتكم على الشاشة لقطات الماتش والأهداف. الدقائق الأولى من المباراة كان فيها إثارة بالغة، يعني صديق عمر مهاجم روما الإيطالي نجح في افتتاح التسجيل مع الدقيقة 6، وكروكي اتعادل لليابان من ركلة جزاء في الدقيقة 9. وبعدها بقى المنتخب النيجيري تألق بشكل لافت للنظر. ترتيب طب خلينا نتفرج على الأهداف وبعدين أقول لكم الترتيب. Goodness me! Straight from the kickoff. Nakashima. Minamino. He's got an opportunity. Would you believe it? So well to get away from the first two players.
Umar hasn't given it up. He has support as well. Oh, and it came back to Atiba. And he accepted the invitation gleefully. This guy up front, Shakib Umar, who's done a very good job. Again, he's using his strength there. It's penalty. Well, Umar went to ground. And again, the French referee in an excellent position. Here comes Atiba. Cool as you like. Sends the goalkeeper the wrong way. Atiba has a hat-trick for Nigeria. That's towards Umar. The goalkeeper's got to try and recover and he can't. It's 5. And what a day this is turning. From 4 teams, and there we go again. Here's an opportunity. It's Asano. The Arsenal new boy. Nigeria got a chance to do that. Here's Suzuki. Onto his left. Whoa, what a finish. In the last minute of stoppage time. خليني اقول لحضراتكم بقى ترتيب المجموعه كده. نيجيريا في الصداره ب3 نقاط من المكسب بتاع النهارده. كولومبيا نقطه وحيده، السويد نقطه وحيده، واليابان بلا اي رصيد من النقاط. كولومبيا كانت تعادلت مع السويد 2-2، ونيجيريا فازت طبعا على اليابان 5-4. المانيا تعادلت مع المكسيك بهدفين لكل فريق. تعادل المنتخب المكسيكي الاولمبي حامل اللقب مع نظيره الالماني 2-2 في منافسات المجموعه الثالثه ضمن الاولمبياد. اوريبي سجل الهدف الاول في الدقيقه 52، ورودولفو بيتزارو كان سجل في الدقيقه 63. دول هدفين المكسيك. في كمان سيرج سجل في الدقيقه 58، وماتياس سجل في الدقيقه 78 للمنتخب الالماني. نتابع مع حضراتكم اهداف اللقاء. Да, конечно, будущим чемпионом. Проиграли. Какой момент, и 2-1 сборная Мексики. Ну, правильно все. За 16 минут второго тайма забили 3 гола. В первом тайме, хотя момент удар наносил головой, посмотрите, в полете, да, подрезая мяч, попал в перекладину. И как здорово сыгрался. 2-2. 2-2, но с углового забил Перальта, а теперь с углового забивает Динтер. Вот так обменялись мячами со стандартов. المجموعة دي يبقى كالتالي: جنوب افريقيا في الصدارة 3 نقاط، المكسيك نقطة وحيدة، المانيا نقطة وحيدة، وفيجي بلا اي رصيد من النقاط. المانيا خلاص احنا قلنا تعادلت مع المكسيك، والبرتغال فازت على الارجنتين بثنائيه نظيفه. جونزالو كان هو وبيتي سجلوا هدفي المنتخب البرتغالي في مرمى الارجنتين في الدقيقتين 66 والدقيقه 84. كده البرتغال بتصدر المجموعه الرابعه بفارق 3 نقاط او ب3 نقاط بفرق الاهداف عن منتخب هندوراس طبعا اللي كان فاز على المنتخب الجزائري الشقيق ب3 اهداف مقابل هدفين. نتابع مع حضراتكم اهداف المباراه. Pite, the substitute, with a speculative effort to nil. Well, just a speculative hit from distance. This Bite's been playing around, floating around up front. Just takes the shot a long way out, and absolutely Rui should be behind the. Salvador trying to find Bruno Fernandes, and again a highly rated goalkeeper. طيب كده الترتيب بتاع المجموعه دي بغض النظر عن الكره اللي جت ما بين رجلين الجون. البرتغال في قمه المجموعه بتاعتها 3 نقاط، الهندوراس بعديها بفارق طبعا الهدف لصالح المنتخب البرتغالي. الجزائر بلا اي رصيد، الارجنتين بلا اي رصيد. نسيب الاولمبياد وناخد اخر خبر عندنا في فقرتنا العالميه. توتنهام بيكتسح انتر ميلان في بنصف دسه اهداف في مباراه وديه. توتنهام هوتسبير الحق هزيمه مذله بمنافسه انتر ميلان الايطالي لما فاز عليه ب6 اهداف مقابل هدف في مباراه جمعتهم اليوم ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد. هاري كين كان سجل لتوتنهام من ركله جزاء قبل ما يعدل انتر ميلان النتيجه بواسطه الكرواتي ايفان بريتيتش في الدقيقه 84. بعد كده بقى توتنهام ماطر اهداف، 5 اهداف متلاحقه. إريك لاميلا وديلي إلي وهاري كين وكمان
يانسن المنتدب الجديد من القمر الهولندي، وشايون هاريسون واحد من اللاعبين الواعدين جدا اللي هيشاركوا مع فريق توتنهام. هم من كل حته الحقيقه. بعد الفاصل هيبقى مشرفني ومنورني كابتن محمد سالم. وسالم زي ما قلت لحضراتكم واحد من اللاعبين اللي ظهر بمستوى طيب مع المنتخب الاولمبي ومع نادي المقاولين العرب. نادي الزمالك كان حاطط عينه عليه وعارف كويس قوي ان هو بيختار واحد من العناصر المميزه. لظروف ما هنعرفها لم يشارك محمد سالم، خرج للاعاره الى نادي الاتحاد السكندري. هنتكلم في كل ده مع كابتن محمد سالم. حضراتكم هتشاركوا معانا في الحلقه من خلال الهاشتاج بتاعنا السوبر_محمد_سالم، وكمان هتوجهوا سؤالكم لكابتن محمد سالم. ده في الجزء اللي هيبتدي حالا بعد الفاصل. مش ممكن، ايه ده؟ ايه يا ابني ده؟ ايه الهدف ده؟ ده هدف اوروبي. محمد سالم تسلم يا ابني.